لكن احنا عاملين كنافه، لازم ندي للناس اللي جنبنا، ولازم ندي مش عارف مين، احنا عاملين كنافه. مش عايزين نقول الاسم بقى علشان وان كان ممكن برضو لما نقول يقوم الناس يجيبوا حاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الكرام، كل عام وأنتم بخير. ومع رمضان، رمضان مقترن بالخير وأيام الخير. ومن عادات رمضان والجمال اللي فيه إن الناس بتهادي بعض في دخلة رمضان. أنا لسه بسجل لكم الحوار ده، وجالي هدية من أخ عزيز ندعو الله أن يبارك له. طقم كوبايات احنا نشرب فيه بقى العصير والحاجات بتاعت رمضان، وهدية مقبولة وربنا يخلف عليه. لكن هي دي فعلا مصر، والناس عايشة في مصر بالسر ده، التكافل ده، بالتضامن، بالهدايا. الناس في رمضان ومن زمان، من زمان يعني، كانت زمان افتكر قوي. كنا لما نعمل أكلة معينة، كنا نطبخ كوسة مثلا، كوسة، فكانوا يقولوا لك روح ادي لعمك فلان طبق كوسة. وعمه فلان ده يعني هو مش محتاج، ولكن هو الراجل كان دايما يحب ياكل ايه؟ كوسه. فلو احنا عندنا كوسه بنروح نديله، في المقابل هما بيدونا حاجات كتير برضه، يمكن اكتر من الكوسه. ولما كنا نعمل عرق سوس، عرق سوس بالذات، يقول لك روح ادي لعمك العرق سوس. فالفكره هنا ايه؟ حد بيعمل زمان بقى كانت ايه؟ الكنافه. ما كناش شفنا الكنافه الشعر الجديده دي والمش عارف ايه، لا. الكنافه كانت زمان في ستات عندنا هنا في البلد بيعملوا مع مدخل رمضان فرن كده مدور، وبيعملوا الست بتروح لها بالدقيق او بالعجين بتاع الكنافه. وكل اللي مطلوب في الكنافه دي دقيق معجون بطريقه انه سايب يعني. والست بتاخد من العجين بالكوس كده، كوس مخرم، وتلف تعمل كنافه. دي موجوده حالا، البعض بيطلبها على فكره. يعني انا من سنتين كده رحت جبتها في واحد في اجا بيعمل قدام شبكه الكهرباء كنافه البلد دي. وفي راجل في سمنوت جنب مسجد الشرايحي. فكان برضو لما نعمل كنافه، الكنافه ديت لما كانت بتتعيع عباره عن عجين معمول خيوط كده، حط على سكر بس. هو العجين ده بتحط عليه سكر بس، ولا بتعمل صواني، ولا بتحط عليه اي مكسرات ولا زبيب ولا مش عارف ايه. لكن احنا عاملين كنافه، لازم ندي للناس اللي جنبنا، ولازم ندي مش عارف مين، احنا عاملين كنافه. اللي انا حبيت اتكلم فيه، هي دي بقى بركه رمضان. بركه رمضان في التهادي ده، في المحبة دي، في التضافر ده، في الخير اللي بيتوزع على الناس. ان حد بيعمل حاجات، بيعمل كراتين، بيعمل مش عارف ايه. وبننصحهم برضو انك انت لما تقدم لحد حاجة ما نحرجوش، ما بلاش الكراتين اللي بيبقى عليها مطبوعة، او الاكياس اللي فيها مش عارف ايه. اديله الحاجة ديت بطريقة كويسة، فيها رحمة، فيها مودة، فيها بتاع الهدف انت عايز توصل له. وبكده ربنا يتقبل ان شاء الله. حبيت اتكلم بس عن الحتة دي، واننا كمسلمين هو ده الستر اللي ماشي بيننا، التضافر ده والتكامل ده والعطاء ده. هو ده اللي الحياة بتستمر كده. ماشية ازاي؟ الناس بتتصرف ازاي في المصاريف وفي الحاجات دي؟ الناس ماشية بالبركة دي، وهي دي البركة فعلا.
والبركه ديت طبعا اذا حلت في اي حاجه بتزودها، والبركه دي اذا حلت في اي حاجه بتخليها حلوه. حتى لما تدي لحد حاجه بنفس كده، او طبخ واحده طبخه طبيخ وبتدي لك حاجه بنفس كده، دي بتبقى حلوه، وبتتمنى ان الناس اللي خدوها مبسوطين منها ويبقوا كلوا واتبسطوا وحاجات. ندعو الله في هذه الايام المباركه ان تظل هذه البركه دائما في مصر. كانت في اغنيه لمحمد رشدي بيقول لك يا بركه رمضان، خليكي في الدار، وكل عام وانتم بخير. وشكرا برضه ل صاحب الهديه، مش عايزين نقول اسم بقى علشان وان كان ممكن برضه لما نقول يقوم الناس يجيبوا حاجات لا مش هنقول. هو راجل كتر خيره بعت لنا طقم كوبايات عشان نشرب فيه العصير. مين بقى هيبعت العصير؟ كل عام وانتم طيبين.